صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي انتوا بتشوفونا فيه. المهم ان ربنا يجعل ايامكم كلها. 10 مصريين خانوا وطنهم وتعاونوا مع الموساد، وواحد منهم دخل غرفة نوم الرئيس. رقم واحد علي العطفي، المدلك الخاص للرئيس محمد أنور السادات، ولمدة 7 سنين كان وبيتردد على القصر الجمهوري وبيدخل حتى غرفة نوم الرئيس. علي من مواليد السيدة زينب سنة 1922، كان شغال صبي بقال، وبعد كده اشتغل مساعد لأحد المدلكين. وبعد ثورة 1952 وبعد رحيل الأجانب عن مصر اشتهر علي وبقى معروف في الطبقة الراقية، وبعدها سافر أمريكا علشان ياخد تدريبات، وهناك تم تجنيده من الموساد، ومنها راح هولندا وساعدوه ان هو ياخد دكتوراه مزورة، ورجع مصر بيها، وتم انتخابه كأول رئيس للاتحاد المصري للعلاج الطبيعي وأول عميد للمعهد العالي للعلاج الطبيعي سنة 1972. العطفي المدرب على بناء علاقات قوية بدأ ينتشر بعلاقاته ما بين كبار المسؤولين في مصر، وكان من ضمن أصدقائه حسن علي، وهو واحد من اللي مسكوا رئاسة الجهاز المخابرات العامة المصرية ورئاسة وزراء مصر بعد كده، وعثمان أحمد عثمان صهر السادات، وصاحب أكبر شركة مقاولات في مصر. وبعدها تم اختياره علشان يبقى المدلك الخاص لرئيس الجمهورية، وبعدها بقى المدلك الخاص لأسرة الرئيس بالكامل، وكان صديق شخصي للأسرة، وده خلاه يتعامل بثقة وبدون الحذر اللازم ليه كجاسوس. وفي زيارة ليه لأمستردام راح السفارة الإسرائيلية وتم رصده من المخابرات المصرية. وقتها كانت المخابرات في حيرة بسبب يقينها بوجود جاسوس في مكان حساس بينقل لإسرائيل أدق المعلومات عن رئاسة الجمهورية وحياة الرئيس الخاصة. وتم إبلاغ الرئيس، تم القبض عليه في مارس سنة 1979، وقدم اعترافات تفصيلية واتحكم عليه بالإعدام، لكن الرئيس خفف الحكم لأشغال الشقة ل 15 سنة ورفض الالتماس بالإفراج عنه، وتوفى في السجن سنة 1990. ورفضت أسرته استلام جثته وتم دفنه في مقابر الصداقة. رقم 2 هبة سليم، جندها الموساد أثناء دراستها بباريس، وقدرت إنها تجند خطيبها مهندس الصاعقة فاروق عبد الحميد الفقي، واللي كان وقتها مدير مكتب قائد سلاح الصاعقة لعميد نبيل شكري. فاروق اداها معلومات حساسة جدا عن خطط الجيش الدفاعية، خاصة حائط الصواريخ اللي كانت مصر بتبنيه في الوقت ده، وكان في حيرة كبيرة في وقتها ازاي بيتم معرفة أماكن البطاريات بدقة وضربها بمجرد إنشائها. المخابرات ضيقت نطاق البحث على عدد صغير من اللي بيطلعوا على معلومات فائقة السرية، وتم اكتشاف خطابات بتروح لمحل كوافير في باريس في المعلومات السرية. وبسبب جواب غرامي بعته فاروق من غير ما ياخد احتياطاته، عرفت المخابرات انه خاين وتم القبض عليه، واعترف على هبة، والمخابرات عملت خطة لإعادتها لمصر واتحكم عليها بالإعدام. وإسرائيل حاولت محاولات كتير للإفراج عنها، حتى هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي جه مصر بخطاب رسمي لتخفيف الحكم عليها. وقتها رد السادات بدهشة كده وقال له تخفيف الحكم لقد أعدم. فسأله كيسنجر امتى؟ قال له النهارده. وكانت دي ساعتها إشارة لتسريع حكم الإعدام، واللي تم فعلا في نفس اليوم. عشماوي اللي نفذ حكم الإعدام فيها حكى عنها على انبهار جمالها، وقال إن كان عندها ثقة غريبة إن إسرائيل هتنقذها، وقال إن آخر طلباتها قبل تنفيذ الحكم عليها كانت ولاعة وشربت سيجارة مستوردة، وبعد ما خلصتها قالت له شوف شغلك. رقم 3 شنودة صبحي، بلغ عنه أبوه بعد ما لاحظ عليه علامات غريبة، إن بيقضي معظم وقته قدام الكمبيوتر، وإنه جايب كتاب لتعليم اللغة العبرية، وكمان كان راسم نجم داوود على كتفه. بدأت القصة وهو شغال في شرم الشيخ. ساعتها اتعرف على إسرائيلية اسمها نيكولا، طلبت منه إن هو يسافر معاها لإسرائيل، وهو رحب جدا. وبعدها بشهور قابلته بعنصر من الموساد واداله مبلغ يجيب بيه كمبيوتر ويصرف على نفسه، وحاول تسفيره لإسرائيل عن طريق جنوب السودان، ولكن المخابرات المصرية كانت صاحية ومنعت العملية ورجعته لمصر تاني. وبعد ما رجع بسنة بلغ عنه والده، وتم القبض عليه وهو بيدفع مبلغ مالي لتسفيره لإسرائيل أو لتهريبه لإسرائيل. في التحقيقات قال إن هو بيحب إسرائيل وبيكره مصر، ومستعد إن هو ياخد إعدام فداء. رقم 4 محمد سيد صابر، مهندس نووي مصري، كان بيشتغل في هيئة الطاقة النووية. جنده الموساد سنة 2006. في هونج كونج تم تدريبه وتسليمه جهاز حاسب آلي مزود ببرامج تشفير لإخفاء المعلومات، وتليفون محمول بشريحة لشركة أجنبية يستخدم في اتصال الطوارئ. الخاين مدهم بمعلومات ومستندات سرية عن أنشطة هيئة الطاقة الذرية، وكان أول تكليف ليه هو زرع برنامج سري جوه أجهزة الهيئة اللي يقدر من خلالها الموساد الاطلاع على جميع البيانات اللي موجودة على أجهزة الهيئة ومراقبة نشاطها. اللي ما يعرفوش محمد إن نشاطه كان مرصود من المخابرات المصرية،
بمجرد وصوله لمطار القاهرة تم القبض عليه. بعد إدانته تم الحكم عليه ب 25 سنة. رقم 5 طارق عبد الرازق، عملية الفخ الهندي. طارق من مواليد القاهرة سنة 1973. بعد ما حصل على دبلوم الصنايع سافر للصين، قعد هناك 4 سنين خد فيهم شهادة لتدريب الكونغ فو. بعدها رجع مصر واشتغل كمدرب في أحد الأندية. بعد مروره في 2007 بظروف مادية رجع الصين تاني بيدور على شغل. حط بياناته ورقم تليفونه، وبعدها بشهور اتصل بيه عنصر من عناصر الموساد واتفق معاه على مقابلة في السفارة الإسرائيلية، وهناك تم استجوابه على طلبه إن هو يتعامل مع الموساد، وسلمه الضابط ساعتها 1500 دولار علشان مصاريفه. وبعدها سافر طارق لتايلاند، وهناك تم تدريبه على أساليب جمع المعلومات بالطريقة السرية، وتم تسليمه لابتوب عليه برنامج مشفر كأداة للتخابر، واستلم كمان شنطة لابتوب فيها وسيلة لإخفاء المستندات، وبلوك نوت معالج كيميائي، وتليفون في شريحة أجنبية، و37 دولار كمقدم أتعاب لخيانته. طبعا كل ده كان مرصود من المخابرات المصرية. بمجرد وصوله لمصر تم القبض عليه. رقم 6 انشراح موسى وإبراهيم شاهين، خيانة عائلية. بعد نكسة 1967 راح إبراهيم واللي كان عايش في العريش لمكتب الحاكم الإسرائيلي هناك، وطلب تصريح لزيارة أولاده المقيمين في القاهرة عند أخوه. إبراهيم بخلاف التصريح طلب منهم أكل وأي مساعدة. وقتها لقى الضابط إن هو يصلح بالتعاون معاه، فعرض عليه بالفعل الشغل مع الموساد. وافق إبراهيم فورا وأخذ مبلغ مالي، ولما رجع وسألته انشراح عن مصدر الفلوس قال لها على العرض، فرحبت بيه وطلبت منه إن هي تساعده. وبالفعل سافر الزوجين لبئر سبع، وهناك تم تدريبهم على أساليب التخابر والحبر السري. وسافر القاهرة وهناك جند أولادهم الثلاثة، وبقت الأسرة كلها بتشتغل في التجسس، وتم تدريبهم في إسرائيل أكتر من مرة. سنة 74 قدرت المخابرات المصرية تلقط ذبذبات جهاز الإرسال الجديد اللي مدتهم بيه إسرائيل، اللي كان وقتها يعتبر أحدث جهاز في العالم، وتم القبض عليه. انشراح ساعتها كانت بتقابل ضابط الموساد في إيطاليا، وأول ما رجعت مصر اتقبض عليها في المطار. الاتنين اعترفوا اعترافات تفصيلية بعملهم. اتحكم عليهم بالإعدام، وعلى الابن الأكبر ب5 سنين، والأصغر سنا تم إيداعهم في الأحداث. حكم الإعدام اتنفذ في إبراهيم فعلا. أما انشراح ولادها خدوا عفو كجزء من تبادل أسرى. ظهرت وقتها مع سمير صبري عشان تبدي ندمها قبل ما تهرب لإسرائيل مع أولادها، واعتنقوا هناك الديانة اليهودية. وما فاتش سنين طويلة قبل ما يطلعوا في الإعلام هناك بيشتكوا من ظروفهم المادية الصعبة، وهناك كانت بتشتغل طباخة ومعهاش فلوس، لغاية ما ماتت بالاكتئاب يوم 26/11/2021. عودة ترابين، جاسوس ابن جاسوس. عودة بدوي بترجع أصوله لقبيلة الترابين، وهي من أكبر القبائل الفلسطينية واللي بتمتد لسيناء. عودة خاين ابن خاين. أبوه سليمان محكوم عليه غيابي ب25 سنة بسبب نقله معلومات لإسرائيل سنة 1973. بعد تحرير سيناء هرب سليمان مع القوات الإسرائيلية المنسحبة وحمل جنسيتهم، وهناك خلف ابنه عودة، واللي واضح ان هو رباه على الخسة والخيانة. عودة كان بيزور مصر لنقل المعلومات للموساد، واعتقل بسبب تسلله للأنفاق ومحاولته لتجنيد زوج أخته للموساد. بالمناسبة جوز أخته هو اللي بلغ عنه، واتحكم عليه سنة 2000 بالسجن 15 سنة، وخرج فعلا في صفقة تبادل الأسرى بعد ما قضى عقوبته. وأول ما وصل لتل أبيب استقبله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. عودة بعدها رفع قضية وطلب تعويض من الحكومة الإسرائيلية ب15 مليون شيكل عن ال15 سنة اللي قضاهم في سجون مصر. رقم 8 شريف الفيلالي. شريف تم تجنيده خلال إقامته في ألمانيا، وتم الكشف إنه نقل لإسرائيل معلومات عن مصر، معلومات عسكرية واقتصادية وسياسية. وفي 2002 اتحكم عليه ب15 سنة، وبعدها ب5 سنين توفى في السجن. رقم 9 محمد العطار. اتخرج من كلية العلوم جامعة الأزهر، سافر تركيا للسياحة، راح السفارة الكندية وطلب منهم انه يسافر لكندا، ولكن تم تجاهل طلبه. العطار خرج من سفارة كندا وراح للسفارة الإسرائيلية، وطلب من هناك تأشيرة دخول البلد للعمل. وهناك في السفارة قابله الضابط دانيال، واللي جنده للموساد ودربه، وكان أول تكليف ليه الاختلاط بالعرب والمصريين في أنقرة، وكتابة تقارير شاملة عنهم وذكر نقط ضعفهم. وده كان الغرض منه البحث عن جواسيس جدد. بعد نجاحه للمهمة سافر لتل أبيب واختبروه على جهاز كشف الكذب، ولما نجح في الاختبار ده سفروه لكندا لمهمة مشابهة للتجسس على المصريين هناك. وهناك شغلوه بنك علشان يعمل تقارير على حساباتهم البنكية، وساعدوه انه ياخد حق اللجوء السياسي. وبعدها راح لتل أبيب مرة تانية علشان يدربوه على المهمة الجديدة واللي هتكون في مصر. المخابرات المصرية كانت راصدة العطار. بمجرد وصوله للمطار
تم القبض عليه واتحكم عليه ب 15 سنة، خلصوا يناير اللي فات، وتم الإفراج عنه وتسليمه لكندا. رقم 10 سمير عثمان، واتقبض عليه سنة 1997 أثناء قيامه بالتجسس لابس بدلة غطس. سمير كان شغال في جهاز حساس في الدولة. اعترف ان تم تجنيده سنة 1988 على يد الموساد، وانه سافر اليونان والسودان وليبيا ومنها لتل ابيب. جهزت ليه المخابرات 4 جوازات سفر عشان يتنقل بيهم ويستخدمهم في التنقلات، وكانت مهمته التنقل من مصر لاسرائيل عن طريق العوم علشان ينقل وثائق مهمة ليهم. بس كده. وفي النهاية احب اشوف طبعا رأيك في كومنت، سواء مؤيد او معارض للي حكيناه. مجرد تعليقك وتفاعلك شرف ودعم ليه. سلام. مبسوط معاكم واتمنى طبعا دعمكم، وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام، والسبسكرايب الجميل واللايك والشير والتعليقات اللي هرد عليها طبعا بنفسي، واللي ما فعلش الجرس يفعل الجرس عشان لو في جديد يوصله كل جديد. شكرا.